رغم المنعطفات الحاسمة التي طبعت تاريخ الجزائر المستقلة، كان وسيبقى جيشنا جمهوريا متلاحما ومتماسكا يتسم بوحدة الصف والانسجام. هكذا افتتحت مجلة الجيش عددها الأخير الذي تصادف هذه المرة مع اليوم الوطني للشهيد. الافتتاحية خصصت حيزا هاما لعملية تيغونتورين بعد مرور عام عن هذا الاعتداء الإرهابي العنيف الذي استهدف المنشأة البترولية، واصفة إياه بالامتحان الكبير قابله الجيش الوطني الشعبي بكل مسؤولية واحترافية دون تفاوض مع المجرمين وتفاديا للمساومة والابتزاز، بعيدا عن الضغوط الخارجية والتدخل الأجنبي. تجربة أكسبته قوة وصلابة وزادته إصرارا على مواصلة مهامه الدستورية بكل مهنية وفخر واعتزاز، في إشارة غير مباشرة ردا على التصريحات التي شككت في كفاءة جهاز الاستعلامات في التعاطي مع القضايا الكبرى. واختتمت المجلة افتتاحيتها بعمل الجيش الوطني الشعبي على إنشاء قاعدة صناعية متينة لإمداد القوات المسلحة بكل مستلزماتها والمساهمة في تطوير النسيج الصناعي الوطني وإعطاء دفع للتنمية بامتصاص البطالة وتوفير مناصب العمل، جهود تهدف في منتهاها إلى إعداد قوات مسلحة عصرية ومتطورة تؤدي مهامها باحترافية عالية في إطار الدستور والقوانين التي تنظم وتحكم عملها.